احمد فين؟ احمد فين؟ ايه الاخبار؟ دول يعني بجد انا اتبسطت جدا. اولا كنت قلقان. انا كنت قلقان من قلقك، يعني انا بص الرحله انا بحاول ان انا خايف ان انت قلقان جدا من موضوع الهوستل ده، لان انا تجربه الهوستل اول مره يعني اعملها. اوكي. حته بقى ان انا انزل في هوستل كده ومع ناس انا يعني تجربه جديده عليا، اول مره تجربها. بس بصراحه يعني الهوستل لقيته نضيف جدا. الحمد مش لله. بعيد خالص عن موضوع ان انا انزل في اوتيل. لا الدنيا جميله. ويعني برضو حابب اقول حاجه تانية، اي بنت محتاجه تطلع لوحدها تطلع اولا عشان تطلع مع عادل، لان عادل بسم الله ما شاء الله يعني ما شاء الله عليه بيهتم بالناس كلها سواء اولاد او بنات. ربنا يخليك. اي بنت حابه تطلع لوحدها ما تقلقش خالص، هي في ايد امينه بجد. دي حاجه. الحاجه الثانيه هو بينزل في اماكن الهوستلز كلها امان جدا ونظيفه. تمام. ما هي امان عشان هي نظيفه. طب الحمد لله. يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه الراجل بصراحه يعني الرحله سعرها يعني قليل جدا مفيش مقارنه اصلا. اي حد لو قضى يومين في الساحل، مش هقول يومين، كمان يوم في الساحل بثمن الرحله اللي انا عملتها دي كلها. انا لفيت تقريبا دلوقتي داخل في البلد 7 يا ريس. يعني مش عشان المده ما شاء الله، يعني 10 ايام كافيين جدا. ان هو عادي بصراحه خد من كل بلد اللي فيها، يعني مش يعني هو ودانا على الاماكن فعلا اللي هي خلاص هي الاماكن اللي في البلد. اكتر من كده هتبقى الدنيا تقيلة. يعني انت شايف ان هي فعلا انت شفت الزتونه بتاع كل بلد وارتحت، ما حسيتش ان انا بجري؟ لا خالص وكل حاجه كانت واخده وقتها بجد يعني. طيب فكره ان انت تفطر في بلد وتتغدى في بلد 10 بلد في يوم واحد، دي تجربه مجنونه. لا ودي بالنسبه لي اول مره ان انا افطر في بلد واتغدى في بلد واتعشى في بلد. دي طبعا الفكره دي انا اول مره اعملها، وعملتها مع عادل، يعني ما عملتهاش في اي. انا طلعت كتير قوي مع شركات كتير جدا. يعني بصراحه عادل بيتعامل على ان احنا اخوات، مش ودي حقيقه جايد دي حقيقه او طالعين معاه بيزنس. يعني الموضوع ما حسيناش ان هو بيزنس خالص، على قد ما احنا حسينا ان هو فعلا احنا فريند يعني. وفكره ان انت دايما تنزل في فنادق وتنزل في هوستل، حسيت انك عملت داون جريد ولا فعلا انت حسيت ان الرحله؟ بالنسبه لي حسيت ان انا غيرت خالص، وما نزلتش بالليفل اللي انا كنت بنزل فيه. يعني انا طول عمري بنزل في فنادق، لا الهوستلز اللي نزلنا فيها معظمها شيك وامان ونظيفه جدا. ربنا يخليك. ان شاء الله احنا مع عادل على طول باذن الله. ربنا يخليك، وان شاء الله نطلع مع بعض اكتر. وانا اتشرفت بيك وبرشا ليا وربنا يديم المعروف. ربنا يخليك يا احمد، ما حرمش منك.